السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ بصوا يا حبايبي، صلوا بينا على النبي كده وتعالوا ما اقول لكم على التجربة بتاعت النهاردة. والله العظيم ثلاثة أنا بعمل الحاجة دي عشان خاطركم، عشان انتوا تجربوا زي ما أنا جربتها. ايه هي الحاجة دي النهاردة؟ التجربة بتاعت النهاردة، هنجيب بولة زي دي أو طبق فيه حبة مية من الحنفية، مية عادية اهي، وهنروح جايبين حبة بذر من البلح اهم، ونروح حاطين البذر في المية اهي اهي. ماشي يا جماعة، وهنيجي كده على المية والبذر ونكسر شوية ورق اللورة دول كده اهو اهو اهو، حبة الورق اللورة دول، وتسيبيهم منقوعين كده كده، وتسيبيهم منقوعين فترة. ماشي، وتيجي تروحي شايلة ورق اللورة او ورق الغار بالبلح، تصفي المية دي لما تنقعها يوم وتسيبيها كده في المية، تشيلي البلح ده والبتاع ورق اللورة تصفيها، وتيجي في الممر من عند باب الشقة او في اي طرقة موصلة على الاوض او طرقة موصلة على المطبخ والحمام، الطرق اللي في شقتك والطرقة اللي مودية على باب الشقة، وترشي المية دي. وانت بترشي تستلمي الاستغفار وتقولي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين كم مرة، وتصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام كم مرة. وكل ما ترشي قولي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو بينك وبين زوجك مشاكل، لو بينك وبين عيالك مشاكل، لو اولادك بيمسكوا في بعض، لو انت واخواتك بتمسكوا في بعض، لو انت وجيرانك بتمسكوا في بعض، لو الدنيا لو عندك عكوسات، لو عندك سحر، لو عندك حسد، ده كله بيروح ان شاء الله باذن الله. عن تجربه هتدعيلي، بس التجربه دي تعمليها يوم ويوم لا لمده اسبوع. يعني انت عملتيها الخميس تعدي الجمعه وتعمليها السبت، طيب عملتيها السبت تعدي الحد وتعمليها الاثنين، يعني تعدي يوم وتعمليها اليوم التاني، تعدي يوم وتعمل لمده اسبوعين يا جماعه. ولما تيجي ترش الميه دي في الممرات وعند باب الشقه، ومن اول باب الشقه وانت داخله على الطرقه اللي موديه على الاوض، تستلم الاستغفار ولا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يا جماعه، ورق الغار او ورق الرولة ونوى البلح، وتنقعيهم يوم وتصفيهم وترش الميه دي زي ما انا قلت لك. وعن تجربة يا جماعة، ويا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس. اللي عنده اي استفسار او اي رأي يخش تحت الفيديو تحت في الكومنتات يكتب لي، ان شاء الله انا هكون معاكم وهرد عليكم باذن الله. اللايك يا جماعة عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. عندكم كلمة الاشتراك، يا ريت تدعموني وتشتركوا باللون الاحمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.